أخيرا ربنا كرمنا وربنا نصفنا وقدرنا إن احنا نكسب مباراة. أنا مش متخيل بصراحة ايه اللي احنا وصلنا له، بس الحمد لله. الحمد لله إن احنا كسبنا وما نقدرش نقول غير كده. احنا أهم حاجة كنا نوقف نزيف النقط اللي احنا شغالين فيه من بداية الموسم ده، إن احنا مكسبناش غير مباراة واحدة من بداية الموسم، فدي بداية كارثية بالنسبة للنادي الأهلي يعني. والزمالك مستغل الموضوع ده بشكل كويس وماشي على خطى ثابتة وبيقدر إن هو يكسب وبيوسع الفرق معاك، يعني فرق النقط. بس الحمد لله انت مكسبك بتاع امبارح ظبط الدنيا شوية في موضوع النقط، احسن من الاول طبعا، وادى اللعيبة دفعة معنوية الفترة الجاية ان انت تقدر تقدم اداء كويس، وتقدر ان انت تلعب الماتش بتاع الحرس وبعد كده ماتش الزمالك. فدي حاجة ايجابية وحاجة كويسة للعيبة. وطبعا شفنا اعتذار تريزيجيه، والهدف اللي جابه امبارح كان هدف حلو قوي، واعتذاره للجماهير طبعا، واعتذاره طبعا مقبول لان تريزيجيه واحد من ابناء النادي الاهلي، واكيد التصرف بتاعه ده ما حدش عارف هو كان لمين او ليه. بس الراجل راح للجماهير وشاور لهم وقال لهم مش انتوا المقصودين يعني وبتاع، والموضوع عدى يعني. فالايجاب امبارح كان عودة ياسر ابراهيم ومستوى تريزيجيه واعتذاره للجماهير، ومستوى بن شرقي كان كويسين قوي امبارح في الماتش. يعني في عندك بقى سلبيات، هو مستوى بن رمضان، محمد شريف معرفش ليه بيلعب على جراديشار، عندك طاهر محمد طاهر، معرفش الكابتن عماد النحاس الوحيد تقريبا اللي كان مقتنع ان طاهر يفضل في الملعب لعند الدقيقة 80. يعني تقريبا ما حدش من جماهير النادي الاهلي اصلا مقتنع بالقصة دي غير الكابتن عماد النحاس المدير الفني للنادي الاهلي. تقريبا هو الوحيد اللي مقتنع ان طاهر يفضل لعند الدقيقة 80 عادي وتريزيجيه يخرج وطاهر يكمل في الملعب. معرفش بأنهي منطق وبأنهي، ما علينا يعني. وطبعا علامة استفهام على عدم اشراك ياسين مرعي. طب انت ياسين مرعي كان معاك في القائمة بتاعة الماتش اللي فات، ماتش انبي، وما لعبش. معاك في القائمة بتاعة الماتش ده وما لعبش. ياسر ابراهيم لسه اول مرة يخش القائمة ولعب، وياسين مرعي ما لعبش. حتى لما بيكهام اتصاب خرج ونزل العش مكانه. فواضح ان الكابتن عماد النحاس اصلا مش مقتنع بموضوع ياسين مرعي ده. واضح ان هو عايز يموت لنا الولا يعني، ولا ايه؟ ما تفهمش يعني ايه اللي بيحصل. كوكا ده ما يلعبش باك شمال اصلا خالص. فعندنا كده شويه حاجات كده محتاجه تظبيط، ولازم نجيب مدير فني لان كابتن عماد النحاس اثبت ان هو ما يصلحش ان هو يكمل في النادي الاهلي ولا ماتش كمان بعد الحوار بتاع طاهر وبعد التغييرات اللي هو عملها. بدل ما يطلع طاهر ويطلع محمد شريف وينزل جراديشار ويلعب مثلا تريزيجيه وينج وبن شرقي وينج، ويحط جراديشار مهاجم، وينزل ديانج يأمن بيه نص الملعب مع مروان عطية، ويحط محمد علي بن رمضان قدامهم. بس الكابتن عماد النحاس ما عملش كده، ومقتنع ان طاهر كان كويس. بس اتمنى نجيب مدير فني في اسرع وقت.